شلونكم يا فنانين؟ اليوم قصتنا عن واحدة من أهم الفنانات العراقيات بالوطن العربي بالفن التشكيلي، واللي هي نزيهة سليم، أخت الفنان الكبير جواز سليم. نزيهة سليم انولدت ببغداد من عائلة فنية بامتياز، درست بدار المعلمين العالية، وبعد هي كانت من أوائل الفنانات العراقيات اللي سافرن لباريس يدرسن الفن التشكيلي في أوروبا، يعني جابت خبرة العالم ورجعت بيها لبغداد. أهم شي بأسلوب نزيهة سليم هو تركيزها على المرأة العراقية والحياة اليومية. نزيهة ما كانت بس رسامة، كانت أيضا جزء أساسي من جماعة بغداد للفن الحديث واللي أسسها أخوها جواز سليم، يعني كانت بمثابة العمود الفقري للحركة الفنية بالعراق، واللي غيرت شكل الفن بالعراق كله ودرست فنون هواية وربت أجيال من الفنانين. نزيهة سليم علمتنا أن الفن مو بس لوحة على الحائط، الفن هو ذاكرة وهوية. نزيهة ما كانت بس رسامة مبدعة، كانت أيضا كاتبة ومؤلفة فنية، كتبت كتاب مهم كلش بعنوان الفن العراقي المعاصر، وصار هذا الكتاب مرجع أساسي لكل اللي يريد يعرف تاريخ العراق الفن. وهذا الإرث ما بقى بس بالعراق، وصل للعالمية، وأكبر دليل على قيمتها الفنية هو أن شركة جوجل احتفت بها رسميا وكرمتها من خلال رسمها على صفحتها الرئيسية باعتراف عالمي على إنجازاتها الفنية والأدبية. وهسه اكتبولي إذا كنتوا تعرفون هاي الفنانة نزيهة سليم بالتعليقات، لا تنسون خلونا لايك واشتركوا بالقناة. باي باي.